السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ فيديو النهاردة مهم جدا جدا خصوصا للأطفال اللي بيلعبوا لعبة روبلوكس وسبب حظرها من معظم الدول العربية. قبل ما نبدأ الفيديو طبعا ما تنسوش تدعوا لإخواتنا إن ربنا ينصرهم ويقويهم في الحرب اللي هم فيها، وما تنسوش طبعا إن المقاطعة برضه حرب ومش هتنتهي غير بنصر إخواتنا إن شاء الله. وما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. مستعدين؟ يلا نبدأ. روبلوكس زمان كانت بتتباع على إنها لعبة أطفال بريئة، مكعبات وشخصيات كيوت وعيال بتجري ورا بعض في عوالم بسيطة، تبني بيت وتلعب وتهرب من السجن. الجو ده كله، الفكرة أصلا كانت إن أي حد يقدر يعمل لعبته جوه المنصة، وده اللي خلاها تنتشر جامد. بس هنا بقى أول باب للمشكلة، روبلوكس مش لعبة واحدة، هي منصة مفتوحة، يعني أي حد يقدر يعمل لعبة وينشرها واي حد يقدر يدخل، وده مع الوقت خرج عن السيطره. بدات تظهر عوالم مش مناسبه خالص للاطفال، العاب تمثيل ادوار فيها حياه زوجيه وحمل ومستشفى ونايت كلاب، وناس بتمثل انها متجوزه وبتتكلم بكلام اكبر من سنهم. تخيل طفل عنده 10 سنين يدخل عالم فيه ناس بتمثل انها متجوزه وبتقول لبعض كلام عاطفي فيها ايحاءات. طبيعي ده مش بيئه صحيه. المشكله الاكبر بقى مش في المحتوى بس، المشكله في الناس اللي جوه. بما ان المنصه مفتوحه في اطفال كتير جدا، وده خلاها بيئه مثاليه للناس المنحرفه او اللي عندهم نوايا سيئه. في حالات اتكشفت فعلا عن كبار بيخشوا بحسابات شكلها طفولي يقربوا من الاطفال، يبداوا بكلام عادي جدا: انت عندك كام سنه؟ نلعب سوا، عندك ديسكورد، وبعدها الكلام يتحول لحاجة أخطر، وده اسمه جرومينج، يعني استدراج تدريجي للطفل عاطفيا عشان يكسبوا ثقته. الخطورة هنا إن الطفل بيحس إنه في لعبة فبيفصل مخه عن فكرة الخطر، هو مش حاسس إنه بيتكلم مع شخص حقيقي ممكن يكون عنده 30 أو 40 سنة، خصوصا إن كتير منهم بيستخدموا أفاتار شكله كيوت وبنت أو ولد صغير. نيجي لموضوع المواعدة، في جوه روبلوكس حاجة بقت شبه ثقافة مواعدة أطفال. عيال بتكتب في الشات LFBF، يعني عايزة بوي فريند أو عايزة صديق، أو LFGF، يعني عايز جيرل فريند أو عايز صديقة، وبيبدأوا يدخلوا في علاقات تمثيل، شوية هزار، شوية كلام حب، شوية غزل، ومع الوقت الموضوع ممكن يقلب لحاجة مش بريئة خالص. الفكرة إن الطفل مش مستوعب معنى العلاقات ولا الأبعاد النفسية ولا تأثيرها عليه، هو شايفها لعبة بس التأثير موجود: تعلق عاطفي وضغط نفسي وابتزاز أحيانا. كمان في نقطة الفلوس، روبلوكس فيها عملة اسمها روبوكس، أطفال كتير بيطلبوا فلوس من أهاليهم عشان يشتروا لبس أو أدوات أو صلاحيات. في ناس بتستغل ده وتقول للطفل: هات لي رقمك، ابعتي لي صورة، اعمل كذا وادي لك روبوكس. ودي كارثة حقيقية، ورغم ان الشركة بتقول انها عندها انظمة فلترة مراقبة، بس حجم المنصة ضخم جدا، ملايين اللاعبين يوميا، مستحيل تسيطر 100%، وكل ما يتقفل باب بيتفتح غيره. علشان كده بقى بدأنا نسمع عن حظر اللعبة في بعض الدول العربية في فترات معينة. الأسباب المعلنة كانت حماية الأطفال، وجود محتوى غير مناسب، ومخاوف أمنية وأخلاقية. الفكرة مش إن اللعبة خطر، لكن البيئة المفتوحة جدا زائد ضعف رقابة الأهل زائد وجود إنترنت غير محدود يساوي تركيبة خطيرة. والموضوع ده مش مجرد كلام نظري، في تقارير وقصص حقيقية حصلت لأطفال اتأذوا نفسيا أو تعرضوا لمحاولات استدراج. نيجي لنقطة تانية أخطر، الهوية المزيفة. في روبلوكس تقدر تبقى أي حاجة، بنت تبقى ولد، ولد يبقى بنت، كبير يمثل إنه طفل، والعكس، وده بيخلي الاستدراج أسهل بكتير. الطفل بيحس إنه بيتكلم مع حد شبهه، وهو في الحقيقة ممكن يكون شخص كبير جدا وبيستغل البراءة دي. وكمان في نقطة العزلة، في أطفال بقوا يقضوا ساعات طويلة جدا جوه اللعبة، صداقتهم بقت أونلاين أكتر من الواقع، لو حد جوه اللعبة قال له كلمة وحشة بيتأثر، ولو حبيبه الافتراضي سابه بيزعل فعلا، لو اتحذر من لعبة معينة بيحس إنه خسر عالم كامل، وده بيخلق اعتماد نفسي على المنصة. يعني اللعبة مش مجرد ترفيه، بقت مصدر مشاعر وهوية وانتماء. طيب ليه بعض الدول العربية شددت عليها؟ السبب مش بس المحتوى، لكن كمان فكرة إن الرقابة صعبة جدا، عدد ضخم من الألعاب الداخلية، شات مفتوح، إمكانية تواصل خارجي زي نقل الكلام لديسكورد أو انستجرام، وبيئة ضخمة صعب السيطرة عليها. في مجتمعات محافظة بطبيعتها، وجود معدة أطفال ومحتوى تمثيل علاقات واحتمالية استدراج ده بالنسبة لهم خط أحمر. هل الحل إننا نمنعها وخلاص؟ الموضوع مش أبيض وأسود، في جانب إيجابي لازم نقوله. روبلوكس فيها إبداع رهيب، أطفال بيتعلموا برمجة وتصميم ألعاب واقتصاد افتراضي، في ناس فعلا بدأت حياتها في تطوير الألعاب من روبلوكس. المشكلة مش في الفكرة نفسها، المشكلة في البيئة المفتوحة جدا بدون رقابة كفاية، ومع أطفال صغيرين جدا عندهم إنترنت غير محدود. الحل الحقيقي بيبدأ من رقابة أهل حقيقية، وتحديد وقت لعب، وإغلاق الشات أو تقييده، وتعليم الطفل مفهوم الخصوصية، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية، لأن بصراحة أي منصة فيها تواصل مفتوح هتكون معرضة لنفس المشاكل. بس روبلوكس تحديدا خطورتها إنها متغلفة بشكل طفولي كيوت يخلي الناس تطمن زيادة عن اللزوم. المشكلة مش في إن روبلوكس
روبلوكس لعبة أطفال، المشكلة إن مش كل اللي جوه اللعبة أطفال. وبس كده يا جماعة، بكده ينتهي فيديو النهاردة. شاركوني برأيكم تحت في الكومنتات، انتوا شايفين إن لعبة روبلوكس لازم تتحظر في كل الدول ولا انتوا ليكوا رأي تاني؟ ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.